طريقة البانيه الكلاسيك: دقيق، كوباية دقيق عليهم ملح وفلفل، نص معلقة بابريكا ونص معلقة كاري عشان يدوا اللون الطبقة اللي من بره تبقى محمرة وحلو. بعد كده هنحط، لان الخلطة فيها البيض واللبن، فاحنا مش هنحط بيض ولبن تاني من بره. بعد كده بنطلعها قطعة البانيه، بعدين نحطها في الدقيق، بعدين نرجعها تاني في التتبيلة، وبعد كده بنحطها في البقسماط ونضغط عليها كويس علشان الطبقة بتاعة البقسماط تلزق في قطعة البانيه وما تفكش واحنا بنقليها. يجي بقى على مرحلة القلية، طاسة فيها زيت، بنسيبه لغاية ما يسخن، بنختبر الدرجة المظبوطة لما بنحط كده ربع معلقة دقيق جوه الزيت. لما يعمل فقاقيع يبقى هو ده الدرجة المناسبة للقلية. بنحط الفراخ البانيه وما بنقلبهاش على الوش التاني غير لما تحمر الوش الاولاني، علشان الفراخ البانيه ما تاخدش زيت، ما تشربش زيت. الزيت البارد يخلي البانيه يشرب زيت، والزيت الساخن قوي يخليها تحمر من بره بسرعة، وبعد كده ويبقى مش مستوية من جوه. هنشيل البانيه الكلاسيك الاول اللي احنا عملناه، وبعدين بنعمل الكريسبي. برضو الكريسبي الزيت ساخن خلاص من البانيه الاولاني. بعد كده ما بنقلبش برضو على الوش التاني غير لما الوش الاولاني ياخد لون. بعد كده بعد لما الوش الاولاني والتاني ياخد اللون المناسب، يبقى هي كده استوت، لان درجة حرارة الزيت مناسبة. تقدروا تجربوا واحدة تاكلوها. بعد كده هيطلع معانا بالجمال ده الكرانشي اهو مش شارب زيت، وده المشوي، وده الكلاسيك العادي اللي احنا عملناه. ادي القشرة بتاعته استحالة تفك بالطريقة اللي انا بقولها لكم دي. جربوا الثلاث طرق وقولوا لي انه طريقة عجبتكم. لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.